السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبين برنامج اللعيب أربع ستات. معاكم دايما أخوكم أحمد كريم. أهلا بيكم، وحشتوني جدا. هكون معاكم النهاردة عشان نغطي آخر المستجدات الرياضية على الساحة، آخر المباريات. هنتكلم عن الدوري الإنجليزي، هنتكلم على المباراة المؤجلة، مباراة النادي الأهلي مع الجونة يعني، واخبار تانية كتير. من فضلكم دعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد. نبتدي بالصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي وعلى صحبه وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة بالنسبة للنادي الأهلي، كان في مباراة مؤجلة امبارح مع نادي الجونة. للأسف المباراة انتهت بالتعادل، وأداء سيء جدا للنادي الأهلي. وسبب التعادل إن الأستاذ كولر المدير الفني للنادي الأهلي قرر يعمل تدوير. طب يا عم كولر، أنت بتعمل تدوير والأهلي داخل دلوقتي على راحة لمدة 10 أيام أو أسبوعين بسبب التوقف الدولي. طب ليه ما تلعب بالسكواد الأساسي يا سيدي؟ يعني عندك مثلا انت اكرم توفيق، يا دوبك رجع من الاصابه، لعب ماتش ولا ماتشين ورجعت قعدته تاني. طب ليه؟ ليه ما بتنزلش بالقوة الضاربة؟ عندك امام عاشور، عندك لعيبة كتير. انت ما بدأتش بيهم ليه؟ الناس بتسأل. الاداء من سيء الى اسوأ، خرجنا من بطولة الدوري الافريقي وبرضه مكملين في الدوري. يعني انا مش عارف بصراحة. فريق الجونة دايما كل سنة على الاقل يضيع مننا ماتش، بيطير مننا 2 بونت. كابتن علاء عبد العال طبعا كلكم عارفينه ملك الدفاع. لكن انا ما اعرفش بصراحه ليه اداء لعيبه الاهلي مهتز جدا ومتواضع في الفتره اللي فاتت دي. المفروض الاداره يعني طبعا الاخ كولر طلع اجازه على طول على بلدهم. المفروض الاداره تقعد معاه وتتكلم معاه وتشوف ايه اسباب تراجع المستوى، لان كده مش نافع يعني. طبعا يعني هو بدأ اللقاء بحماس من الفريقين. نادي الجونة حاول ان هو يضغط على النادي الاهلي من اول دقيقة. سنحت لهم فرصة كرة مرجعها الدفاع للشناوي. معرفش الشناوي مش مركز ليه، الكرة راح شايطها في اللاعب. الحكم لغاها عشان جت في ايده. تمام، قلنا الحمد لله. حاولنا وقدرنا ان احنا نسجل الهدف الاول في اخر دقيقة او في اخر الشوط الاول، وكانت الامور ماشية تمام. وبعدين في الشوط الثاني الاخ محمد هاني كرة عرضية، المفروض ان هو يضم ايده لورا. ده يعني حاجة بديهية جدا. في اوفر وفي حد بيعمل كرة مع الخصم، ما تفردش ايدك كده. المهم يعني تعادلوا من ضربة الجزاء وحاولنا نرجع للماتش. طبعا تغييرات متأخرة جدا، ما قدرناش ان احنا يعني نرجع في النتيجة. ما قدرناش نسجل الهدف التاني، ما قدرناش نحسم الماتش. انا مش عارف بصراحة. يعني طبعا ال الهدف زي ما حضراتكم عارفينه. الحاجة الجميلة في الموضوع ان اللي سجل الهدف النادي الاهلي هو الكابتن موديست، الكابتن العالمي بتاعنا. اخرة صبرنا بصراحة جاب جون عالمي. يعني الكرة جات له، كان ظهره للجون، لف طبعا المدافع بتاع الجونة ما كانش مصدق ان هو يعمل الحركة الخطيرة دي ويلف بالكورة ويحطها. فطبعا احنا قلنا كده المكنة طلعت قماش. جاله كورتين بعد كده حاول فيهم لكن مفيش توفيق. نتمنى ان الصحوة دي تستمر، ويعني مستوى يتقدم شوية، لان احنا بصراحة الناس بتضحك علينا يعني. زي ما قلت لكم كان الجون في اخر الشوط الاول. حاولنا في الشوط الثاني نتقدم لكن ما قدرناش، اتعادلوا معانا. حاولنا في الاخر بتغييرات كولر، نزل السكواد الاساسي، لكن طبعا كان وقت متأخر. فضيعنا نقطتين سهلين جدا كانوا هيخلونا على الصدارة مرتاحين. تساوينا في النقط مع نادي بيراميدز، ولنا مباراة مؤجلة مع نادي بلدية المحلة. في المجمل قبل التوقف الدولي الأهلي يعتبر محليا مستقر على قمة الدوري. أفريقيا خسرنا السوبر الأفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري. المباراة كانت سهلة جدا. وخسرنا كمان من نادي سان داونز 1-0 بنتيجة اللقاءين في مسابقة الدوري الأفريقي الجديد. كان شكلنا وحش. طبعا حضراتكم تابعتوا امبارح نادي سان داونز قدر ان هو يتوج ببطولة الدوري الأفريقي
بعد فوزه على نادي الوداد المغربي في النهائي 2-0، وكان خسر مباراة الذهاب 2-1، يبقى نتيجة اللقاء 3-2. طبعا سان داونز على أرضه وضع تاني، يعني كان نادي الوداد كان بيمتاز في لقاءاتهم الأخيرة، كان دايما بيتفوق عليه، يا إما بيتعادل هناك غالبا، يعني بيتعادل هناك ويكسبوا في المغرب. فالسنة دي سان داونز قدر يفك الشفرة، وقدر ان هو يستعمل شوية الكلاحة الكروية ويلعب بعقله. كان دايما سان داونز عنده المهارة، عنده السرعة، عنده القوة، لكن مفيش عقل. المرة دي قدروا ان هم يحصدوها، ودي تعتبر اول البطولة الجديدة المستحدثة، الدوري الافريقي مع البطولة اللي كانوا خدوها 2016 على حساب نادي الزمالك. يعني هم في رصيدهم بطولتين، والبطولة الثالثة اللي هي كانت السوبر الافريقي. عامة بطولة السوبر الافريقي اللي هي الدوري الافريقي بطولة كويسة، منتظر ان هي تبقى اقوى من كده السنة الجاية ان شاء الله، لما تبقى 24 فريق. هينضم لهم طبعا اعلى 24 فريق في التصنيف، الزمالك، الرجاء، هنشوف الهلال، هنشوف اندية كتير، هيبقى فيها منافسة قوية، ومنتظرين نشوف نظام البطولة. مبدئيا احنا سمعنا ان هي 24 فريق، هيبقوا 24 فريق هيتقسموا على ست او على 4 مجموعات، كل مجموعة 6 فرق. 6 فرق هيلعبوا مع بعض مباريات ذهاب وعودة، يعني 10 ماتشات. دور ال16 ماتشين، والثمانية ماتشين، وقبل النهائي ماتشين، والدور النهائي ماتشين. يعني هيبقى فرح العمدة، هيبقى ماتشات كتيرة جدا. معرفش الموسم يعني هيستوعب الماتشات دي كلها ازاي، مع المباريات المحلية، مع مباريات المنتخبات. هيبقى موسم مضغوط جدا. ولسه هنشوف النظام برضو، التأكيد الكاف ما اعتمدش النظام الجديد، لكن مبدئيا الناس بتقول ان هي كده، يعني حاجات من تحت، يعني من ورا الستار بيقولوا ان ده هيبقى النظام الجديد. تمام. ده بالنسبة لبطولة الدوري اللي هي المباراة المؤجلة، وبطولة الدوري الافريقي مباراة النهائي. بالنسبة للدوري الانجليزي، حضراتكم طبعا عارفين وصل للمحطة ال 12. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي ويلفرهامبتون كسب توتنهام في مفاجأة من العيار الثقيل 2-1. توتنهام كان متصدر في الأسابيع الأولى، خسر 2-1. نادي مان يونايتد رجع للانتصارات، فاز على لوتون تاون 1-0، اللي هو كان لسه متعادل مع ليفربول. نادي الأرسنال برغم الطرد كسب 3-1 على نادي بيرنلي. نادي كريستال بالاس خسر على ملعبه من نادي ايفرتون 3-2. نادي بورنموث كسب نيوكاسل 2-0، تراجع جامد لنادي نيوكاسل. نادي استون فيلا استفاقة قوية ورا الكبار في الخمسة الكبار، فاز على نادي فولهام 3-1. نادي برايتون تعادل على أرضه مع نادي شيفيلد يونايتد 1-1. نادي وستهام فاز 3-2 على نادي نوتنغهام فورست. نادي ليفربول فاز على نادي برينفورد على أرضه وملعبه في الأنفيلد 3-0، وأبو صلاح أبو مكة أحرز هدفين، ويطارد صدارة هداف الدوري الإنجليزي مع نجم هالاند برصيد 10 أهداف، وهالاند سابقه ب12 هدف. نادي تشيلسي قمة طبعا مباريات الجولة، كان بين لقاء السحاب تشيلسي ومان سيتي. قدر تشيلسي يقدم عرض قوي جدا ويعود للأداء القوي على ملعبه وفي وسط جمهوره 4-4. كانت مباراة غاية في الروعة. تمام. بالنسبة لجدول الترتيب، مان سيتي في الصدارة مع حضراتكم. بيليه نادي طبعا 28 نقطة. بيليه نادي ليفربول في المركز الثاني 27، أرسنال ثالث 27، توتنهام رابع 26، أستون فيلا خامس 25، مان يونايتد سادس 21، نيوكاسل سابع 20، برايتون ثامن 19، ويست هام التاسع 17، نادي تشيلسي 16 في المركز العاشر، برينفورد ال11 16 نقطة، ويلفز اللي هو ويلفرهامبتون في المركز 12 16 15 نقطة. عندكم نادي كريستال بالاس مركز 13 15، بعدين ايفرتون 14 في المركز ال14، نوتنغهام فورست ال15 برصيد 13 نقطة، نادي فولهام المركز 16 برصيد 12 نقطة، بورنموث مركز 17 برصيد 9 نقط، وبعدين الثلاثة الأخر في منطقة الخطر، منطقة الهبوط. نادي لوتون تاون اللي ضيع على ليفربول المباراة اللي قبل اللي فاتت دي نقطتين، في المركز 18 6 بونت. نادي شيفيلد يونايتد
مركز قبل الأخير 5 بونت، والمركز الأخير نادي بيرنلي 4 بونت. يعني استعرضنا مع حضراتكم النهاردة يعني الجولة العالمية والجولة المحلية والدوري الأفريقي. بنتمنى للفرق العربية كلها الأسبوع الجاي. طبعا حضراتكم عارفين بداية تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا. نتمنى لكل منتخبات مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، موريتانيا، كل الفرق المشاركة نتمنى لها التوفيق. إن شاء الله منتخب مصر هيبقى معاه جيبوتي ويوم 16 في استاد القاهرة، وهيبقى معاه هيبقى معانا جيبوتي، وهيبقى معانا سيراليون هنلعبها في ليبيريا. بإذن الله لازم لابد ولا مفر من الفوز بالست نقط عشان منتخب مصر إن شاء الله يبقى مرتاح في التصفيات، لأن دول أسهل فريقين معانا في المجموعة. هنكون طبعا معاكم، هنبقى نغطي، نبقى نعمل حلقة بإذن الله قبل بداية الماتشات. وبتمنى لكم كل خير، وشكرا جزيلا على الاستماع، وليلتكم سعيدة إن شاء الله. مع ألف سلامة.